مصطفى زيزو: أطالب إدارة الزمالك بمواجهتي، سأكشف أمور تجبرهم على الجلوس في منازلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب مصطفى زيزو والد وكيل أعمال أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك إدارة الأبيض بالخروج لمواجهته عبر وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه سيكشف حينها عن أمور تجبرهم على الجلوس في منازلهم. وقال مصطفى سيد زيزو في تصريحات لقناة المحور: مجلس إدارة الزمالك غير قادر على تحمل المسؤولية، وهدفهم تسليم نجلي للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات. وأضاف: أطالب مجلس إدارة الزمالك بالخروج لمواجهتي، وأنا أستطيع أن أكشف عن أمور ستجبرهم على الجلوس في منازلهم وعدم الخروج والذهاب مجددا إلى الأهلي. وتابع مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي تعامله بإهانة مع نجلي، وطلبوا من بعض الجماهير مواجهته وسبوا بالعامية كده دوسوا على كرامته. وأكمل: عرضت على حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أكثر من مرة عروض بملايين الدولارات من الخليج، ولكن بالعامية كده خاف من غضب الجماهير. وواصل: قلت نصا لرئيس الزمالك أن زيزو شاري النادي، خد قرار وجدد، وإذا مفيش فلوس وافق على العرض اللي يرضي النادي، لكنه تهرب من اتخاذ أي قرار. وأتم مصطفى زيزو تصريحاته قائلا: عدوا في الزمالك قال انتوا عايزين نبيع النادي علشان نجدد لزيزو. وخرجوا بعدها وسربوا للبرنامج والصحفيين والصفحات ان السبب ابني وانه طالب 100 مليون جنيه، لكننا لم نطلب ذلك، كنا نبحث عن التقدير فقط، وانا صعيدي وكرامتي قبل اي فلوس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل.